الوقف والابتداء، نحن في قراءة القرآن الكريم لما نقف في أحد مكانين، وأرجو أن تنتبهوا معي قليلا. إما أن نقف على رؤوس الآية، والوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا، ما عرفت رؤوس الآية إلا من وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليها: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخره. إذن وقفنا في القرآن الكريم إما أن يكون على رأس آية، والوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا، وما عرفت رؤوس الآية إلا بوقف النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن نقف ضمن الآية، ليس على رأس الآية، ضمن الآية. هنا الكلام الذي سنتكلمه كله على الوقف ضمن الآية. هل أقف هكذا كيفما اتفق، أم أن هناك فرقا بين الوقوف؟ هذا الأمر الذي هو الوقف والابتداء أخذ حيزا كبيرا من اهتمام علمائنا، حتى إنهم صنفوا فيه التصانيف. إذن ألف كثير من علمائنا في هذا العلم، وساداتنا العلماء بينوا لنا ووضعوا علامات في المصحف تهدي قارئ القرآن الكريم أن يقف هنا أو لا يقف. فإما إن وضعوا علامة يعني بمعنى قف، بمعنى هنا يمكنك أن تقف، أو وضعوا أحيانا يضعون لا يعني لا تقف هنا، لأنك إن وقفت قد توهم خلاف المعنى المراد. إن وقفت هنا قد توهم خلاف المعنى المراد. هذا هو علم الوقف والابتداء. علم الوقف والابتداء أيها الإخوة مبني على الإعراب وعلى فهم المعنى، أرجو أن نعلم هذا جيدا. مبني على الإعراب يعني على معرفة الجمل العربية، بدأت أين وانتهت أين الجملة. فمن معرفة الجمل ومن معرفة المعاني يقول العلماء هنا قف وهنا لا تقف. طبعا مو كل الأمة الإسلام تعرف الإعراب، يعني هل قد يقول قائل أو قد يقول أحد المشاهدين الآن في التلفزيون في البيوت، يقول يعني هل ملزم أنا أن أتعلم علم النحو؟ يا أخي والله صعب علي أن أتعلمه. فأقول له قد أراحك علماؤنا من هذا الأمر بأن وضعوا لنا علامات في الوقف كعلامات المرور التي يضعها يعني رجال شرطة المرور في الطرقات، علامة تقول ممنوع الوقوف، علامة تقول انعطف يمينا، علامة تقول خفف السرعة، كل علامة لها معنى. هكذا علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا وضعوا لنا في المصحف الشريف علامات إن اتبعناها لم نقف وقفا يغير المعنى، ولا بدأنا بدءا يسيء للمعنى. نتبع هذه العلامات. قبل أن أشرع في بحث اليوم أسرد على مسامعكم أبيات إمامنا الجزري في هذا الباب، ثم أعود لأشرحها بحول الله وقوته. قال إمامنا الجزري رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. وهي لما تم، فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا فامنعا، إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. وغير ما تم قبيح، وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف يجب، ولا حرام غير ما له سبب. بهذه الأبيات ضغط لنا إمامنا الجزري رحمه الله علم الوقف والابتداء ليبين لنا هيكله العام ومسائله الرئيسة